ده عش النسر. على السطح هو مجرد حفرة انهيارية عادية مليانة مياه خضراً معكرة ومستخبية وسط الشجر. لكن في الحقيقة اللي تحت ده عبارة عن متاهة ضخمة من الكهوف والأنفاق تحت المياه، عمقها 300 قدم وبتتفرع تحت البرية العميقة. وبيعتبر مش بس واحد من أخطر الأماكن في فلوريدا، لكن كمان واحد من أخطر الأماكن على وجه الأرض. في الفيديو ده هنتكلم عن بعض من أكتر الحوادث المرعبة اللي حصلت هنا، ينصح المشاهدين بالحذر. فالقصة بتقول إن عش النسر فضل غير مكتشف لآلاف السنين، لأن القبائل الأمريكية الأصلية كانت بتتجنب الحفرة المخيفة دي في الأرض. في المنطقة دي من فلوريدا فيه ينابيع تانية جميلة قريبة زي ينابيع بوفورد أو ويكي واتشي، والمية فيها صافية وجذابة. بس المية في عش النسر عكس كده تماماً، ضبابية وشكلها كأنها مليانة تماسيح. فيه أسراب من الناموس والقراد، وما فيش أي علامة تدل إن فيه أعجوبة طبيعية مذهلة تحت السطح على طول. ما كانش غير في الستينيات لما مستكشف الكهوف الجريء دون ليدبيتر صادف الفتحة وغاص بشجاعة في الأعماق المجهولة والمظلمة. زي ما دايما بيحصل، في ناس مش بيقدروا يمسكوا نفسهم ولازم يشوفوا إيه اللي تحت. بعد كده لما التكنولوجيا والمعدات اتطورت، الاستكشاف اتنقل بعد أول فتحة كبيرة اسمها القاعة الرئيسية. هنا بدأت الحوادث المميتة تحصل. تم رسم خريطة للكهف لحد عمق 310 قدم. أحياناً المية بتكون غامقة، وده بسبب صبغة عضوية طبيعية اسمها التانين. وفي أوقات تانية لما الظروف بتكون مناسبة، المية بتكون صافية زي الجين وبتبقى مش باينة خالص. ده سحر، كأنك في عالم تاني. الموضوع بيشدك ومثير وخطير في نفس الوقت. الغواصين بينزلوا في مدخنة أنبوبية، وبينزلوا حوالي 40 قدم قبل ما يوصلوا لأول غرفة كبيرة معروفة باسم قاعة الرقص. قاعة الرقص دي فتحة ضخمة وكبيرة زي الكهف، عرضها حوالي 100 قدم. من الغرفة دي في أنفاق بتتفرع مع التيار وعكسه. لو مشيت مع تيار، الغواصين حيمروا في نفق بينزلوا تدريجياً لحد عمق 200 قدم، قبل ما يفتح على حفرة رأسية بتنزل لحد 290 قدم. على عمق 290 قدم في مجموعة تانية من الغرف والممرات الواسعة اللي الغواصين يقدروا يستكشفوها في منطقة اسمها جيب جون، ودي جزء من النفق ضيق جدا ومقفول بشكل استثنائي، وبيخلي الناس تحس برهاب الأماكن الضيقة. وفي منطقة تانية اسمها غرفة الهيكل العظمي، ولسه أغلبها لسه مش مرسوم على الخريطة، وكمان خطيرة جدا بسبب الطين السايب والصخور الحادة. العمق الشديد اللي بيوصل ل 300 قدم والأنفاق اللي مش متوقعة بيخلوا رسم الخرائط ومعرفة الاتجاهات صعب جدا. وكل ما الغواصين ينزلوا أعمق في نظام كهف إيجلز نيست، وعلى الرغم من إنهم ما رسموش خريطة كاملة لمتاهة الأنفاق الضيقة دي، سمعتوها بتنافس مقابر السفن والكهوف اللي مليانة قروش اللي في العالم كله. الناس اللي بتغوص دايما في الحفرة دي بيقولوا إنها تجربة خطيرة وصعبة جدا، وممكن تسبب قلق وتوتر شديد حتى لأكثر الغواصين خبرة، بسبب عوامل زي الطمي والظلمة والعمق الشديد. عش النسر بقى ليه سمعة، مش بس كواحد من أخطر أماكن الغوص في فلوريدا، لكن كمان في العالم كله. في غطسة ليلية سنة 1981 حصلت أول مأساة مسجلة. لاري كولينز ومراته اللي عندها 29 سنة تيري بدأوا غطستهم حوالي الساعة 11:05 بالليل في ليلة سبت، وكانوا ماشيين في نفق مغمور تحت المياه لما تيري فجأة تعبت. على حسب كلام كولينز، وهما بيعدوا في النفق على عمق حوالي 250 قدم، مراته كانت ماسكة رجله عشان ما يتفرقوش في الضلمة اللي تخنق. ولما بص ورا عليها عمل لها علامة أوكي بإيده بإبهامه وصباعه، وهي شدت رجله عشان توريه إنها كويسة. بس لسبب ما سابت رجله بعدها على طول. كولينز فهم إن في حاجة غلط لما سابت رجله. في كلامه قال إنه بص حواليه ولاحظ إن منظم الهواء ما كانش في بق مراته، رغم إنه حاول يرجع المنظم لبقها ويديها أكسجين. كانت فقدت الوعي خلاص، وده خلاه مش قادر يعمل كده.
بعد كده من غير ما يقصد سابها وضاع أثرها منه. كولينز لف وطلع لفوق وقابل الغطاس الثاني جيم بينتس على عمق 70 قدم تحت السطح، وكان ساعتها مشغول بيصور. كولينز أشار لبينتس من غير كلام إنه مراته محتاجة مساعدة، وكمل طلوعه ناحية السطح. وفي نفس الوقت بينتس قرر ينزل أعمق في المياه وحاول ينقذ مرات كولينز. جيم بينتس مدير محل غطس محلي في كريستال ريفر كان بيحاول يبطل غطس الكهوف، وكان متردد أصلاً إنه يشارك في الرحلة دي. وفي النهاية بينتس قرر يخلي دي آخر مغامرة ليه تحت المياه. خطته كانت إنه ما ينزلش عميق تحت المياه. أخذ معاه أنبوبة واحدة بس ونزل بيها وساب 2 تانيين فوق على السطح. بس بينتس كان من النوع اللي يعمل أي حاجة عشان يساعد أي حد، حتى لو ما كانش معاه الأدوات أو المعدات الصح. جيم بينتس عمره ما رجع من مهمته عشان ينقذ تيري كولينز. ما كانش غير يوم الاثنين بعد يومين من الغطسة اللي انتهت بموتهم، اللي الباحثين لقوا فيه جثة جيم. الغواصين اكتشفوا ده على عمق 250 قدم في نظام الكهوف، في حين إن جثة تيري كولينز اتوجدت على عمق أكبر ب5 أقدام في الحفرة المظلمة. في محاولته لإنقاذ تيري وإرجاعها للسطح، جيم خلص الأكسجين من تانك واحد وغرق بشكل مأساوي. الأسئلة فضلت موجودة عن اللي حصل بالضبط مع تيري كولينز. المسؤولين بيعتقدوا إنها غرقت بسبب حاجة اسمها تخدر النيتروجين، والمعروفة كمان باسم نشوة الأعماق. الحالة دي عادة بتأثر على الغواصين اللي بيستخدموا هواء عادي بدل غاز مخصوص مخلوط بالهواء وهم بيغطسوا في مياه عميقة. تخدر النيتروجين بيحصل لما يكون فيه تراكم مفرط للنيتروجين في مجرى الدم. ده بيؤدي للارتباك وتصرفات غير عقلانية، زي خلع قناع الوجه أو نزع منظم الهواء، بالضبط زي ما تيري عمل. حسب كلام الغواصين التانيين، مدام كولينز استخدمت هواء غير مضغوط أثناء رحلة الغوص بتاعتها. للأسف ده كان بس بداية الوفيات في عش النسر. برينت بوتس عنده 29 سنة من تلاهاسي، كان مدرب غوص معتمد وخلص كورساً تمهيدياً للغوص في الكهوف. في أغسطس سنة 1990 غواص الإنقاذ لقوا جثته على عمق 195 قدم. كان بيجيله حالات إغماء على مدار السنة، لكنه خبى الموضوع عن زمايله في الغوص. أصحابه كانوا معتقدين إنه فقد وعيه أثناء الغطس، وده اللي أدى في النهاية لوفاته المأساوية. الطبيعة المخيفة للعش وسلسلة الوفيات اللي حصلت هناك أجبرت السلطات المحلية إنها تقفله تماماً قدام الناس من سنة 1999 لحد 2003 بعد حوادث وفاة كتير حصلت. برا مدخل عش النسر فيه لافتة ضخمة منقوش عليها صورة قابض الأرواح ماسك منجله ومستني ياخد أرواح تانية. اللافتة بتقول مفيش حاجة في الكهف ده تستاهل تموت علشانها. جوا مجتمع الغواصين في فلوريدا، الناس بتتكلم عن نظام الكهوف ده بهمس وحذر وكأنهم خايفين منه. الغواص الخبير بيل أوسترايك بيقارن شهرة الكهف ده بجاذبية جبل إيفرست القاتلة للمتسلقين. جميلة بشكل لا يوصف، لكن المخاطرة فيها عالية جدا. الناس بيعتقدوا إنك مجنون لو غطست في العش، زي ما قال أوسترايك. في هياكل عظمية أكثر من اللي أي حد ممكن يتخيله هناك تحت. لكن من بين كل المآسي اللي حصلت في عش النسر، قليل منها يقدر يتقارن بالقصة المؤلمة للأصدقاء المقربين جون روبنسون وكريغ سيمون. الاثنين كانوا غطاسين عندهم خبرة كبيرة وجم مع بعض بسبب شغفهم باستكشاف أعماق المياه. أساميهم دلوقتي مرتبطة للأبد بسمعة العش القاسية. جون روبنسون أتربى تقريباً في منطقة الكهوف وطور مهاراته في الغطس من بدري وهو بيدرس في فلوريدا. مهووس بإتقان المعدات والتقنيات، وطبيعته الدقيقة خلت زمايله الغواصين يضحكوا عليه هزار. مئات الساعات تحت المياه خلت روبنسون يتغلب على رهاب الأماكن الضيقة والعمل اللي بيسببه الطين، وده كان ضروري عشان يقدر ينجو في العش. وفي نفس الوقت كريغ سايمون من نيويورك وصل فلوريدا وهو بيجري وراء أحلامه في الغوص. سايمون كان جريء وجذاب بطبيعته، وتعلم على أيدي غواصين تقنيين رواد زي بول هاينرث
سايمون طور مهارته لدرجة إن روبنسون اختاروا يكون شريك غوص موثوق فيه علشان يقدروا يدخلوا أعماق العش اللي محدش وصلها قبل كده. في سنة 2004 بعد سنة واحدة بس من إعادة فتح عش النسر للغواصين كانت الكارثة حتحصل. روبنسون وهو في نص غطسة في العش اتشل فجأة بسبب نوبة هلع مفاجئة. في أماكن معينة شبكة الكهوف جوها عش النسر ضيق جدا. هو ضيق لدرجة إن الغواصين لازم يضغطوا نفسهم ويتلووا عشان يعدوا من فتحات بتخنب. أوقات بيكون صعب يعدوا من الأماكن دي وهم لابسين معداتهم. أكتر حاجة خطيرة هي إن الأنفاق اللي تحت برية فلوريدا بتخلي الواحد يتلخبط ويتوه. عش النسر بيغطي مساحة واسعة جدا والممرات شكلها شبه بعضه، وده بيخلي الغواصين يتوهوا ومش عارفين هم فين. زي ما وصف الغواص لاري جرين، بتلاقي نفسك محاط بالظلمة والطين بيتحرك حواليك، فين فوق وفين تحت، بتدور على مخرج ومش بتلاقيه أبداً. اللي بيزود الإحساس بفقدان الحواس هو إن الرؤية في عش النسر مش ثابتة، ساعات بتكون صافية جداً وساعات بتبقى معدومة تماماً. حتى الخبراء ممكن فجأة يلاقوا نفسهم مش شايفين حاجة، وكل العلامات اللي بيعتمدوا عليها بتختفي. أقل لمسة لجدار الممر بتطلع سحب كبيرة من الطمي اللي بتخلي المية مكتومة وصعب تشوف فيها. في اللحظات اللي القلب بيقف فيها دي الغواصين بيتخنقوا من العتمة ومن الإحساس بالاختناق. التأثير النفسي على اللي بيجرؤوا يدخلوا وش النسر ما ينفعش يتقلل من أهميته برضه. الضغط الرهيب بتاع إنك تتجنب الأخطاء وتقاوم الذعر في بيئة عدائية زي دي بيكسر النفسية. ده لوحده ممكن يكسر حتى الغواصين المخضرمين ويعكر عليهم حكمهم في الوقت اللي محتاجين فيه تفكير صافي. أكتر حاجة، من السهل جدا إنك تتوه وما فيش أي جزء آمن تقدر فيه تحدد اتجاهك. في الهاوية الغادرة دي تحت المية، كريغ سايمون فضل هادي في الوقت اللي جون روبنسون اتوتر فيه وكان بيصارع عشان يتنفس، وبدأ يوجه شريكه اللي كان بيتنفس بسرعة بهدوء لبر الأمان في مكان الموت فيه مستنيك ورا كل ركن. الاتنين اتأثروا جامد بعد ما كانوا حيموتوا غرق، وبدأوا يسألوا نفسهم إذا كان لازم يبطلوا غوص الكهوف للأبد. بعد الصدمة خدوا كام شهر راحة عشان يفكروا، وبعد شهور لما بقوا كويسين تاني جون عرض على كريغ يعملوا غطسة تانية. كريغ كان متردد يغوص مع صاحبه المقرب تاني، ومراته كانت بتتوسل له يرفض لأنها لسه متأثرة قد إيه جوزها كان قريب يموت هناك. وبين ولائه لصاحبه وخوفه كريغ خد قرار مصيري إنه يلتزم بوعده مع جون ويواجه مخاوفه. الصبح بدري في أول الصيف كان الجو هادي وساكن، وكريغ سايمون وجون روبنسون كانوا بيجهزوا نفسهم للغوص في نظام كهوف إيجلز نيست المشهور بخطورته. في اليوم المشؤوم ده في يونيو 2004 الصحاب القدامى ما كانوش يعرفوا إن دي هتكون آخر غطسة ليهم مع بعض. مهما كان كريغ وجون شاطرين وعندهم خبرة، كل اللي محتاجه كارثة تحصل هو غلطة صغيرة أو لحظة سوء تقدير. وأول ما بدأوا الغطس اتبعوا إجراءات صارمة، ربطوا الحبل الإرشادي وجهزوا أكسجين إضافي وخططوا وقت الغطس بدقة، وهما بيغطسوا ناحية أنفاق أضيق بس سقفها عالي زي ناطحات السحاب. العمق الهائل اللي في عش النسر واللي بيوصل ل 300 قدم مفيش فيه مجال كبير للخطأ. عند ضغط جوي أعلى ب10 مرات من الطبيعي استهلاك الهواء بيزيد بسرعة كبيرة. الغواصين اللي بيتوهوا بيحاربوا فقدان الاتجاه وضعف الرؤية، بيستهلكوا بسرعة مخزونهم الثمين من الغاز. وقت ما يبدأوا يحسوا بالخطر ممكن يكون تانك الهواء بتاعهم قرب يفضى بشكل مخيف. خطة جون وكريغ كانت بتشمل وقت غطس إجمالي 40 دقيقة بما فيهم وقت إزالة الضغط، وكان هدفهم يوصلوا لحوالي 1800 قدم جوا الكهف على عمق أقصى 300 قدم. عشان يضمنوا الأمان كان معاهم كمية هواء كافية للمدة المتوقعة، واستخدموا سكوترات غطس عالية الجودة عشان يتحركوا أسرع. السكوتر تحت المية اللي كمان بيتسمى مركبة دفع الغواصين أو مركبة دفع تحت المية أو سكوتر البحر أو مركبة توصيل السباحين، هو مركبة بتتحرك ميكانيكياً وبتسحب الناس تحت المية عشان تقللوا مجهود السباحة.
سكوترات تحت المية بتخلي غواصي السكوبا وممارسي الغطس السطحي والغواصين الأحرار يتحركوا في المية بمجهود أقل ويستهلكوا أكسجين أقل. جون وكريغ كان معاهم كمان تنكات متحطوطة مسبقاً لفك الضغط وكمبيوترات غوص على معاصمهم عشان المعلومات الضرورية. بعد صباح من التحضيرات بدأوا غطستهم 1:00 ظهراً، ونزلوا من خلال ممر الكهف وحطوا تنكات فك الضغط في أماكنها. عدوا من خلال مدخنة ضيقة ووصلوا لغرفة المدخل، وهي حجرة كبيرة بتؤدي لأجزاء الكهف اللي مع اتجاه التيار وعكسه. اختاروا يستكشفوا النفق اللي مع اتجاه التيار ونزلوا لعمق 200 قدم قبل ما ينزلوا في حفرة لحد 290 قدم. كانوا مخططين يقضوا وقت في استكشاف الغرف دي قبل ما يرجعوا عشان يعملوا توقفات إزالة الضغط. النزول الأولاني كان ممتاز، نفس الدخول المثالي اللي عملوه كتير قبل كده بنور الكشافات اللي على راسهم. كريغ وجون شقوا طريقهم بهدوء لتحت من خلال فتحة المدخنة الطبيعية الضيقة ودخلوا قاعة الرقص الكبيرة. كانوا متوافقين تماماً وبيتحركوا بحركات متعودين عليها بسهولة. أجهزة الغوص بتاعتهم كانت بتعرض قراءات طبيعية في كل حاجة. لحد دلوقتي كله تمام. ومع اختفاء الضوء الباهت اللي جاي من السطح فوقيهم، الاتنين كملوا سباحة جوه متاهة الأنفاق المظلمة لإيجلز نيست. بعد أكثر من 40 سنة غطس في المتاهة المائية دي، جون كان حافظ كل لفاتها ومنحنياتها عن ظهر قلب، وكريغ كان واثق في صاحبه تماماً، وهم بيتوغلوا أكثر جوه. الغرف والممرات عدت بسرعة جنبهم لحد ما وصلوا أخيراً لهدفهم. جيب مسدود أطلقوا عليه اسم جيب جون. المكان الضيق كان فعلاً على قد سمعته، واسع بالكاد عشان يتسع لغواصين بس. بيقل كان بيضغط على أسطوانات الغوص بتاعتهم. الجزء ده من الكهف اللي هو أضيق وأصعب مكان فيه كان سبب مشاكل لكاريغ قبل كده. فجأة جون لاحظ إن شريكه خرج عن خط الإرشاد ودخل في شق غير معروف. يمكن بسبب الحماس كريغ ساب خط الإرشاد علشان يستكشف أكتر. لف كشافه حواليه وهو بيدور على طريق قدامه، لكن الطين اتقلب من زعانف رجله وغطى ضوء الكشاف. الرواسب الناعمة انتشرت في المية وعمته. كريغ كان بيحرك دراعاته وهو بيحاول يائس يلاقي الخط ويرجع عليه، بس ما كانش فيه حاجة يمسك فيها. مفيش طريق واضح للخروج، الدنيا كانت ضلمة تماماً، وكريغ ما كانش شايف أي حاجة. قلب كريغ كان بيخبط جامد في صدره، كان محبوس من غير دليل يرجعه للحياة، ولا في طريق قدامه ولا ورا. على أمل يلاقي طريق خروج تاني، جون استنى كاريغ يرجع بصبر، واستنى لحد ما اكتشف برعب إنه اتساب لوحده في المتاهة المظلمة. القلق زاد لما جون وكريغ مرجعوش في الوقت اللي كانوا متفقين عليه. حد لاحظ إنهم ما استخدموش أسطوانات الغوص الاحتياطية بتاعتهم، وده خلى ناس تتنبه وتقلق. فرق الإنقاذ بدأت عملية بحث وتم استدعاء حوالي 40 غواص للمساعدة. صديق قديم ومرشد وخبير غوص كهوف اسمه بول هاينرت طمن عائلة كريغ إنه هيلاقيهم، ودخل الكهف يدور على كريغ وجون. وهو بيبدأ مهمته في عش النسر، بول ما كانش عارف هيلاقيه. وهو بيكمل أعمق ما كانش فيه أي علامة لجون أو كريغ. وأخيراً قدر يوصل لعمق أكثر من 200 قدم. في جيب جون نور بول لمح سكوتر الغطس بتاع جون، وكان مدفوناً جزئياً في أرضية الكهف الطينية. جنبها كان جسم جون ومعداته لسه شغالة، لكن تنكات الهواء بتاعته كانت فاضية تماماً. الخبراء فحصوا كمبيوتر الغطس بتاع جون واستنتجوا إنه ممكن يكون اتلخبط بسبب الطين وما قدرش يلاقي مخرج. وفي الآخر اتزنق في الأوضة. رغم إنه حاول يخرج، جون ما قدرش، وتلاقى في وضع بيدل إنه كان بيحاول يطلع من الكهف. الغواصين اللي جم ينقذوه فتشوا كويس، بس ما قدروش يلاقوا أي أثر لكريغ، وكان غريب إن الاتنين الصحاب ما كانوش مع بعض. الغواصين ما قدروش يلاقوا كريغ، وتأجلت عملية البحث بسبب سوء الأحوال الجوية. كل ما الوقت بيعدي، كل ما عملية الانتشال بتبقى أخطر وأصعب. واحد من الغواصين اضطر يدخل المستشفى بسبب مرض تخفيف الضغط بعد ما غاص أكثر من مرة لعمق 300 قدم، وكل الناس كانت معرضة لنفس الأعراض:
اللي خلت تيري كولينز يفقد حياته في أول مأساة في إيجلز نيست. رغم كل التحديات دي، بول هاينرت كان مصمم إنه ما يتخلاش عن البحث عن كريغ. لما وصل لجيب جون اختار طريق تاني، وفي الآخر لمح جثة كريغ متشابكة في حبل الإرشاد وهو معلق في المية ومدفون جزئياً تحت الركام. مع ذلك بول ما شافش حبل الإرشاد لما لقى سكوتر كريغ، بس ده مش معناه إنه ما كانش فيه واحد. بول لاحظ إن وجود سكوتر بيخلي الواحد متحمس يبص بسرعة على حاجة من غير ما يمد حبل إرشاد، بس ده بيزود خطر إنك تثير الطين وكل حاجة تتلخبط بسرعة. لما كريغ قرر يسيب حبل الإرشاد علشان يستكشف شق جانبي بالسكوتر بتاعه لدقايق، هو من غير ما يعرف كان كده بيحكم على نفسه. عش النسر أخذ أكثر من 10 أرواح من سنة 1981، ويمكن الأكثر مفاجأة إنه الغالبية العظمى من الحوادث دي كانت لغواصين مدربين كويس وعندهم خبرة. في 15 أكتوبر 2016 باتريك بيكوك اللي عنده 53 سنة وكريس ريتنمير اللي عنده 38 سنة جهزوا نفسهم للغوص في العش. الأصدقاء القدامى وشركاء الغوص دخلوا المياه وهم معاهم أجهزة إعادة تنفس بدائرة مغلقة واسطوانات إضافية وسكوترات. كان فيه غواص ثالث موجود علشان يقدم الدعم على السطح. بيكوك وريتنماير كانوا غواصين تقنيين ذوي خبرة عالية ومعاهم شهادات في الغوص في الكهوف والتريمكس وأجهزة إعادة التنفس. هما غاصوا في عش النسر قبلها بيوم واحد من غير أي مشاكل أو حوادث، ومعاهم أجهزة إعادة تنفس بدائرة مغلقة وأسطوانات إضافية ومعدات إضافية. الاثنين نزلوا المياه الساعة 2 الظهر، وغواص الثالث فضل فوق عشان الدعم. الجزء الأول من الغطسة كان ماشي كويس. بعد 43 دقيقة ريتنماير وبيكوك وصلوا للمكان اللي كانوا رايحين له، نفق ضيق اسمه ريفيليشن سبيس. الناس اللي رسموا الخرايط قبل كده ما استكشفوش الممر المسدود ده بالكامل. مدفوعين بحماس الاكتشاف، الفريق كملوا ودخلوا الفتحة الضيقة، لكن فجأة حصلت كارثة. وهم محبوسين جوا النفق المليان طين، الغواصين فقدوا الرؤية تماما في ظلام خانق، وهم في حالة ذعر حاولوا يدخلوا من نقطة تانية، لكن اتشابكوا أكثر في حبال الكهف. بعد 61 دقيقة ريتنماير وبيكوك فهموا إن الهروب مستحيل. سابوا جهاز إعادة التنفس اللي كان شغال، وده معناه إن كان في أزمة في المعدات. في النهاية الغواصين فضلوا يبقوا مع بعض في الضلمة بدل ما يحاولوا يخرجوا لوحدهم. لما الاثنين ما طلعوش على السطح في الوقت المتوقع، الغواص الداعم اللي كان في المكان اتصل بمدير محل الغوص كايف كانتري جون بيرنو حوالي الساعة 6 مساء. بيرنو فعل وحدة الإنقاذ والانتشال في كهوف فلوريدا تحت الماء وجمع فريق بحث طارئ. أول فريق انتشال دخل إيجلز نيست الساعة 11 مساء، وتبعهم فريق تاني الساعة 3:45 صباحاً. لما البحث الأولاني ما نجحش، للأسف الغواصين اللي كانوا بيحاولوا ينقذوا لقوا الجثتين على الناحية الثانية من حفرة ضيقة جداً اسمها ريفيليشن سبيس جوا نظام الكهف. يبدو إن واحد من الغواصين اتشابك ومات، الأول، والثاني غرق وهو بيحاول ينقذ صاحبه بدل ما يخرج لوحده. أجهزة الكمبيوتر بتاعة الغطس بتاعتهم سجلت أوقات أطول من حدود النظام، وده بيدل على إنهم مروا بمحنة مأساوية وطويلة. في الأيام اللي بعدها الغواصين جمعوا كل المعدات اللي كانت لسه موجودة في الكهف بشكل منظم كدليل. التحليل وضح إنه معظم المعدات كانت سليمة وبتشتغل، ما عدا جهاز إعادة التنفس واحد اللي كان فيه أسطوانات الغاز المخفف فاضية. فريق الإنقاذ في الآخر طلعوا على السطح من غير ما يكون عندهم فكرة واضحة عن اللي حصل، ومن غير ما يقدروا يطمنوا عائلات ريتنماير وبيكوك. جثثهم اتلاغت والأقنعة على وجههم والأسطوانات جنبهم مباشرة جنب حبل الأمان. لحد النهاردة ما حدش يعرف بالضبط إيه اللي حصل في لحظاتهم الأخيرة. شكراً جداً على المشاهدة، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي.